زول إذن هذه هي الأميرة الطاكوسية اللي ادعت أنها صاحبة السمو الملكي، وكديرها في السي في ديالها، في السيرة الذاتية ديالها، بأنها من عائلة ملكية ومولودة متربية في هيوستن. هادشي في الحوار مع داك الخورتي ديال الوكالة ديال واحد البرغوث تقطاتو الكنيسة من الشوارع ديال هيوستن. أغلب الزبائن ديالو مشتركين معاه، تقريبا واحد 70 ولا 79 ولا هذاك، كلهم من السود الأمريكيون أو لا من الأجانب المهاجرين، وما كاين حتى شي واحد زعما تكساسي. تفتخر بالوالد ديالها سيد الرجال، وكتهجم على الرجل المغربي أنه كدا غنشوفو في الفيديو من بعد. ولكن ها هي الأخبار ديال الوالد ديالها، سميتو موفق محمود الشامي، 75 سنة، قتل الزوجة ديالو فريدة الزواوي اللي عندها 69 سنة وهي قبيلية. وكاينين زعما في الصحافة، وكاين حتى يعني الموقع الحكومي سيتي اوف هيوستن، يعني المدينة ديال بحال البلدية ديال هيوستن. هي suspect charged in woman's death in 13098 West Hamer Road. كاين أخبار. وكاين تكساس كونسل اوف فاميلي فايلنس، يعني واحد المجلس ديال تكساس على العنف العائلي ولا العنف ضد المرأة. تقتلات نهار 2/2021 جيران مع 6 الصباح سمعوا الصداع وداك الشيء. واحد الساعة المهم سكات وداك الشيء. قتلها بالدق والضرب والجرح مراتو وخنقها، من بعد نقز من الطروازيام ميطاج. الجيران شافوه، ناضوا عيطوا للبوليس، جاو داوه السبيطار لان في حاله خطيره. جات الوقايه المدنيه ما قدروش باش يحلوا الباب، داروا السلوم حتى الطروازيام ميطاج، البالكون الطروازيام ميطاج، دخلوا لقاو السيده ميته، اختار ديال الضرب والجرح، عينهم مزرقين، كلشي مدميه، وهذاك السيده ماتت. ومتابع تابعوه بالقتل العمد، ولكن ما تقدمش للمحكمه لانه غادي يجيف 3 السيمانات من بعد، غادي يجيف لان هكذا جا مات منتحر. اذا هي بنت منتحر ومقتوله. هنا كتقول لك الاخلاق والعائله وحنا 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 وحنا، وكتهجم على المغاربه كما غنشوفوا في الفيديو من بعد. هادشي انا درت هذا الفيديو عليها، اما حالة العائليه ديالها ماشي المشكل ديالي انا. هنا في فيسبوك كتهضر عاوتاني على باها: رحمة الله عليك والدي موفق الشامي سيد الرجال أبدا، علمتنا كيف ننفق نقودنا على فقراء الشرف، بالنسبة لكم نحتسب الله فيكم. أكثر من هذا الشيء أن واحد أخوها حتى هو عنده كما نقول ديميلي جوديسيا، الشقيق ديالها سميتو حاتم موفق الشامي، متابع قضائيا من 2010، والضحية هو مصطفى باصيري. وهادو التصاور ديالها يعني مع السابقين ديالها، ماي بيبي. شكون هاد خينا هذا؟ ما شكون اللي داير ماي بيبي ديال، وفي وضعيات المهم في تيك توك، في انستغرام مسدود، فيسبوك مسدود، تيك توك مسدود. هذا خلاص، هذا عرفناه. هذاك الخضر شريط ولا أسامة واحد اللي مدخلها كان وزير سابق، كان تا هو من الأرنب السباق ديال التبون. هذا شي واحد اخر لك تاريخ حضاره نفسها شكون هو تخينا عاوتاني. هذا وزير كرغولي كيكرم وحده طاكوسيه ما عندها حتى شي دبلوم. نشوفوها هذه في مصر، ما عرفناش شكون هاد زياد وشوف فين حط يدو. هنايا المصيبه الكحله، وهو في السي في ديالها، الريجيمي ديالها دارت زعما 7 ديال القنابل الخطيره. اولا كما غنشوفوا في الفيديو كتقول لك انا عندي شهادات من جامعات امريكيه افتخر بها جدا جدا جدا. واخا هي كتقول لك سيدي بانها اشتغلت في الصحافه مع ريدي جلوبو. هذا ريدي جلوبو ريديه بالبرتغاليه هي القناه الريزو، وكتشتغل هذه القناه بالبرتغاليه ومخصصه في الكره. اش داها هي تخدم مع شركه برازيليه في الصحافه بدون ما يكون عندها حتى شي دبلوم، لان لازم خصك تكون دار دبلوم في الصحافه باش تخدم صحفيه على اي. من بعد قعدت خدمات في واحد فرونتيا ميديكس
ما قالش اش من سنه. من بعد قالت لك اسيدي بدات العمل في المستشفى ديال جون هوبكنز هوسبيتال عام 2006. في نفس الوقت من بعد غادي تجي في الاديوكيشن، يعني في الدراسه غادي دير بان هي خدات الدبلوم من هذا السبيطار اللي خدمات فيه في 2006. هذا غدير فيه التكوين ما بين 2010 و 2014، بمعنى انها خدمات في المستشفى ب8 سنين قبل ما تحصل على الدبلوم بصحه من نفس المستشفى ولا من نفس المؤسسه. من بعد غادي تجي غتقول لك بان هذاك الدبلوم اللي خداته من جون هوبكنز بلومبرغ سكول راه خداته من قبل وقتاش في الدراسه ديالها في نفس الدبلوم الماستر ما بين 1982 و 1985، يعني عامين قبل ما تزاد. عامين قبل ما تزاد السيده كريمه الشامي كانت كتقرا، ماشي فكرش ما قبل ما تكون كاع لا كونسيبسيون ديالها. راه الحماق ديال التكرغوليت، بمعنى ان اللي كيكتب لها هاد السيره الذاتيه هي اصلا ما عرفتش شنو كاين في السيره الذاتيه ديالها، غير كتشد وكتنشر لنا هادشي كلهم في لي ريزو سوسيو. وكاين هاد الدكتوره كريمه الشامي، كاينين هما بزاف. كاين واحد الارشيتكت في فرنسا، كاين هاد السيده هذه مصريه، هي حقيقه مصريه، هي استاذ كيسموها في مصر، واخا امراه كيسموها استاذ وما كيسموهاش الدكتوره، كيسموه الدكتور. اما هاد منتسبه لكاراغيلا، الاسم ديالها الحقيقي اللي كتستعملوه حتى في التواصل الاجتماعي هي كارما الشيم. كارما اشنو كتعني كارما بالانجليزيه؟ بكل بساطه غادي نشوفوا بريطانيكا. كارما the force created by a person's action that is believed in Hinduism and Buddhism to determine what that person's next life will be like. بأنه بحال بغيتو تكونوا القدر، ان الانسان يعني القدر اللي كيعيشوا الانسان، نوعيه الحياه اللي كيعيشها الانسان هي نتيجه الاعمال ديالو السابقه. اذا كان عمل الخير فكتكون الحياه ديالو مزيانه، كان عمل الشر كتكون عنده يعني الحياه ديالو خايبه. والشايم بالانجليزي الشايم هو العار. اذا الاسم الحقيقي ديال كريمه الشامي هو كارما الشايم، هو قدر العار. انا اسمي كريمه الشامي واسمي الحقيقي كارما. وهذه الأعمال ديالي اللي دارتها من الألف حتى الياء كلها أعمال قذرة يعني ديال العار. الخطير في الأمر هو أنها في الفيديو اللي غادي نشوفه من بعد تقول لك عندي شهادات جامعية أمريكية. لدي شهاداتي التي أفتخر بها جدا وجدا وجدا. ذكرتناش بأنها راه عندها دبلوم من لندن بزنس سكول اللي كاينة في بريطانيا معروفة لندن. وشنو هي PhD يعني يعني فيلوزوف الدكتوراه، يعني ان الدكتوراه في الجورناليزم مدرجة اكسل ما بين 2018 و 2020، يعني في عامين. ولكن الخطير هو هنشوفوا دابا في هذا الاخير الفيديو ديالها قرا لنا بيان عسكري ديال شنقريحه استمنائي، والدوله القاره والضريبه والجزائر وحنا المشكل ديال شنقريحه شنو هو؟ المشكل ديالو هو ان قالها المهم راه طبعوا له الترماحه ديالو بالنجمه خماسيه مغربيه، طلعت له التوحيمه بالخريطه وبسببهم القجاع والمخزن معذبهم والمراركه خرجوا شهاده الوفاه ديال بونيف وصيفطوها لي فيسبوك طردوا قالوا ان راه من عندهم، الجراد من عندنا، العطش من عندنا. اذا اش كتقول هاد خيتي؟ هادشي كتقول. لاحظت ان الجهه الغربيه من تداولت هذا الموضوع القديم، يعني موضوع الامير عبد القادر. دابا حنا نهضروا على هذا عبيق المعسكري اللي كيقول لك عبد القادر الجزائري. هو ما عمره حط رجليه بعدا في مدينه الجزائر بالنظام اولا، ما عمره حط رجله فيها، وما عمره انه خضعت لهذيك الاماره اللي دارها في مثلا في الجنوب دوهران في معسكر والى اخره. عطاوها له الفرنسي، دار معهم اتفاقيه طافنا الى اخره. هذا بريطانيكا اصدق موسوعه في العالم هي بريطانيكا، ما كتكذب ما والو. اش كتقول لك؟ ها هي first at the chateau. Okay, Abdelkader was held prisoner in France, first at the Chateau de Pau, where he learned the principles of Freemasonry. تعلم الماسونية في قصر بو في فرنسا.
من بعد كيجي قال لك the French government provided him with a large pension. الحكومة الفرنسية منحته تقاعد كبير. قال لك even attempted to obtain a throne for him somewhere between Turkey and Egypt, which they wished to remove from Ottoman control. فرنسا بغت تعطي مملكة ولا دولة العبيقة ما بين تركيا ومصر، غتنتزعها من الخلافة الإسلامية العثمانية، بمعنى أنه خان ماشي غير المغرب من قبل 1844 فاش دخل فرنسا في حرب إيسلي، معركة إيسلي، وعلقوا مشى رطم في أحضان ديال فرنسا، ولكن دار الخيانة وتآمر حتى على الخلافة الإسلامية العثمانية. من بعد والخطير he disowned one of his sons who had tried to arouse the tribes of southern Constantine. تبرأ من الابن ديالو لأنه أعلن مقاومة فرنسا. هذا هو قال لك المؤسس ديال الدولة الجزائرية، هذا هو المجاهد الكبير. وطبعا بدون ما نهضروا على الصلبان اللي السي عبيقة كيعلقها بكل فخر على صدره. حنا كنشوفوا الصليب الاول جا من روسيا، لا غراند كخوا دو ليغ بلون، يعني الصليب الاكبر للنسر الابيض. من بعد كاين لا غراند كخوا دو ليغ نوار، يعني النجمة الكبرى أو الصليب الأكبر للنسر الأسود من بروسيا. بروسيا هو ألمانيا القديمة. من بعد لو كوردون دو لا ليجيون دونور ديال فرنسا، هذاك الشريط الحمر اللي دايرو من فوق الكتف ديالو هابط من تحت سميتو، هذاك هو لو كوردون، لو كوردون دو لا ليجيون دونور، يعني ديال الشرف الكبير. من بعد لا غراند كخوا دو سوفور، هذه الصليب الاكبر للمخلص. شكون عطاتو له؟ اليونان. ها حنا كنشوفوا الصوره ديالو. من بعد كاين جاتو من الباب لوردر دو بينيف. بينيف هذا عندهم واحد الباب قديم، شكون عطاه له؟ عطاه له البابا ديال الفاتيكان.
المهم كاينه هذيك التويشيات، يعني المهم الدوائر الامبرياليه في العالم والدوائر ديال الماسونيه عطاوه لانه كيخدم الاجنده ديالهم. بريطانيا عطاتو هذاك الفيوزي ا دو كانون انكروستي دور، واحد المكحله فيها مزوقه بالذهب. وكاين نميتو ديال الميريكان دو بيستولي انكروستي دور، جوج ديال الفراده عم سميتو هذاك اللي قال عليهم تبون، قال لهم راه جورج واشنطن اللي عطاهم. مع ان جورج واشنطن مات 1799 وعبيقه غيتزاد في 1800، يعني 9 سنين بيناتهم، ولكن تبون هو تبون. في حين ان الرئيس الامريكي اللي عطاها سميتو ماشي جورج واشنطن، هو اما ابراهام لينكولن. من بعد كاين الامبراطوريه العثمانيه عطاتو هذاك سميتو. اذا هذا عبيقه هذا كيعلق 4 ديال الصلبان على صدرو. والسؤال بسيط، واش المسلم من حقه او لا يحق له انه يتزين بالصلبان؟ هذا سؤال. واش بقى فيه شي حاجه ديال تمسلميت كما كنقول، كما قلنا خان المغرب في 1844 لانه ماشي راجل، كان كيضرب في فرانسيس وكيتخبى في المغرب حتى الشرعيه لفرنسا باش تدخل في معركة إسلي، وكان واقف مع 300 ديال قال لك الجزائريين كانوا واقفين كيشوفوا هذا الشيء، راه كاين موت كيشوف المغاربه كيتقاتلوا مع فرنسا، استشهد منهم 800 واحد، وهو بقى كيتفرج حتى سالت الحرب ومشى. وفين مشى راه رجع للمغرب، بقى كيدور في المغرب في الاخر. المهم المغرب قال لي ما خصك تبقى في المغرب. علاش؟ لان من بعد الهزيمه في معركه إسلي طبعا المنهزم ما عنده ما يدير، احنا كنا ضعاف. فرنسا فرضت اتفاقيه ديال سميتو بعد إسلي بانه ما خصش تدعم عبيقه، يعني يدير عمليات عسكريه في الجزائر الفرنسيه ما خصش تقول هي هذيك. قال له السلطان المغرب ما بقاش درنا هذا الفوضى في البلاد، تمشي تضرب في فرنسا وترجع عندي انا هنايا. هي هذيك الجزائريين اليوم كيقول لك السلطان المغربي خان عبيقه. وشكون اللي خان الاول؟ خانكم نتوما باعكم جمله وتفسيرهم مشى كيضرب الطاسه مع راسو في فرنسا، ومن بعد الماسونيه، ومن بعد في سوريا. هذا الفيديو، هذا التاكوسي، اميره التاكوس في تكساس اللي ارخص من البطاطس. انا كريمه الشامي الجزائري، حفيده الجزائر. الموضوع اصلا علاش؟ على ان اصلها او اللي هي حفيده ديال العبيقه. فالانسان اللي بيكون عمل فرق واثر بالدنيا مثل الامير جدي، وافتخر فيه اليوم اني بقول جدي، كتهجم على المغاربه. يعني قلنا ما هدرتش اصلا على الموضوع. واخطر من هذا دابا اللي خرج هذه الفضيحه، هذا الفيديو راه ماشي المغاربه، راه خرجوا وليد الكبير استضف الطليقه ديالها السيد ابو ناموس، من بعد القبائلي امير ديزاد استضف نفس الشخص، يعني الطليقه ديالها. الطليقه ديالها عطانا التفاصيل شنو وقع معها الى اخره. ما ردتش عليهم، ما ردتش على ابو ناموس، بالعكس قلت له فوق راسي غنشوفه في الفيديو. انا كريمه الشامي لا احمل شهادات، تخرجت سادس ابتدائي وانا فيني اخطاء العالم كلها، ولا غلطت بحق حدا. انا قدامك وقدام كل الكون بعتذر منهم. انا انساني لا اعرف التصرف، وبتعلم من ادبكم ومن اخلاقكم. سيد عبد الله انت كلك اخلاق وادب، وانا اسفه سامحني اخي اذا غلطت حقك على راسي من فوق، وهيدا كرمال السيد ابو زكريا لانه بيمون. الشخص الثاني اللي اسمه صقر، اذا انا غلطت بحقك باي شيء حقك علي. اما بالنسبه للسيد ابو ناموس، سيد ابو ناموس رجل سيد الرجال، وهو احسن مني وافضل مني بمراحل، واتمنى من الله عز وجل انه يسامحني باللي عملته فيه، لانه انا افتريت عليه. انا انسانيه. ما ردتش على هذا الخرطي هذا اللي قال لك الامير خالد، لانه هو تنكر لها، قال لها ما عندها حتى علاقه، ماشي علاقه، علاقه، ما عندها حتى شي علاقه مع امير عبد القادر. السلام عليكم ورحمه الله. فيما يخص كريمه الشامي، يعني بكل بساطه انا استعطفتني وورجتني بعض الاوراق انه كان الاسم الجزائري قبل ما يكون الشامي، وبعد الاتصال بمؤسسة الأمير عبد القادر الوطنية والجلوس مع الأمير جعفر الحسني الجزائري، اتضح أنه ما
ما عندها أي علاقة نهائيا بعائلة الأمير عبد القادر الجزائري، لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي أنا أحب أن ولكن انت في الاول كتبارك اللي بنت عمك سميتو انها حفيدة، ولا غير دفاع وخرت كما تحب، جاتك 5000 دولار مزيانه. لا أنسى أن أهنئ ابنة عمي الدكتورة كريمة الشامي من جيل الشباب، وهي تخط كتابها الثاني في المعرض الدولي للكتاب. وما تحققتي ما والو، والمشكله من بعد فاش غتفجر الفضيحه غادي يخرج بهذا الفيديو، غادي ينكرها، غادي يقول لك دي ما علاقه. ولكن هو عذرنا كما كنقول اقبح من الزله. كيفاش كتستعطف؟ واش هذه فيها القضيه ديال الاستعطاف؟ ولا هذه كتهضر نتوما كتهضروا ياك بان كتقول بان عبيقه هو الاب الروحي للجزائريين ومؤسس الدوله الجزائريه والعظمى وكذا. واش اثبات النسب العبيقه فيه الاستعطاف؟ راه فيه الوثائق السي محمد، والوثائق شكون غتعطيهم؟ المؤسسه المسؤوله. كاين المؤسسه ديال العبيقه، ها هي الرئيسه ديالها زهور، راه غادي تخرج توضح سميتو، عندها شجره كامله. جات عندك هاد الطاكوسيه قال لك انا امير. انت امير، واش ما عندكش الشجره؟ امير انت امير عندك شجره، غادي تقول لك انا مثلا فلان من فلان، تقول لها غادي تشد الشجره تقول لها اجي نجلسوا انا وياك. شي فين كتنتسبي، فين كاينه هاد الشجره؟ توريها لك. بصح باش شي واحد يتكلم ويقول انا سمو الامير وحنا عايشين في ديمقراطيه وحنا في جهاد التاريخ، يا لا. والامير عبد القادر راهي العائله باينه، انا راهي الشجره راهي كاينه، وشجره تقول ولاد سيدي علي بوطارم راهم باينين، ولاد سيدي محي الدين باينين. لو كان نشوفوا الشجره مع الزملاء، تفضلي. نعم. واللي راهم يبانوا نعرفوا بعضنا بعض. هذه هي الشجره يعني، وقصيت منها. انا هاد الدوله هي بكل صراحه هي الثلاث الدوامه الجحيم المغلقه والحفره الرمله القاره، هاد 2 مليون كيلومتر مربع كلها صفراء كلها رمله، والفوق كندير الراس الخضر. هذا هو الجزائر 16%، الاخر 84%. الا شفتو راه بحال الكلب. هذاك الراس خضر هو الراس ديال الكلب، القزيبه ديالو هي ديك الصحراء الشرقيه المغربيه، الرجلين ديالو لتحت جهه ليبيا والنيجر هو كلب، وهذاك الكحل هذاك راه جر شدانو منه فرنسا. هذا سميتو اللي هو الواقع ديال هذه الجزائر، الدوله القاره اللي ما عمرها ما كانت شي دوله ولا كيان. فهذاك الدوامه غتبقى لا وزن لا هبه لا مواقف، وموروث تركي فرنسي. تركيا بقات 315 عام، 1515 1038، فرنسا بقات من 1830 و 1962 بتات الكبرانات ديالها باش يسيروا لها المصالح ديالها، تحل خماسه وياخذوا شجتهم، والاغلبيه كيمشي لفرنسا. وهذا كحنش تبون المجيد، القبلات الحاره واليد في اليد والرومانسيه في الجرده. اذا قلنا هذه الطاكوسيه. لدي شهاداتي التي أفتخر بها جدا وجدا وجدا، وهي من جامعات أمريكية، ويمكن بكل بساطة من أي شخص أن يتصل بأي جامعة ويقول كانت هذه تلميذة لديكم سيصلكم هذه الأخبار. كذابة وغبية جدا 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 بالنطق ديال الكرغولي تماما، مثل مخابرات عبلة اللي أفتت عليك بهذا الهراء. قلت الحقيقة بحاجة واحدة، وهو أنك مجرد تلميذة مستوى سادس متوسط كما قلتي. هذاك الفيديو اللي كنت صحيه فيه وخلني في مغلوق، لان الغبره مونامور البيضه مونامور دارت المفعول ديالها، وطبعا راحنا عارفين شكون هو البيضه مونامور، النجل الكريم لتبون المجيد. ما عمرك كنتي طالبه جامعيه. اولا بعدا نصلحوا لك بعدا غير على المستوى اللغوي. اولا كنقولوا تأتيكم هذه الأخبار وليس يأتيكم، يعني الأخبار مؤنث. ثم لما نبحث لا تأتينا الأخبار، بل نتحصل على معلومات، نتحصل على أجوبة. ثم حاجة أخرى، ياك انت دكتورة كتنتسبي الجزائر حفيدة الجزائر والأمير عبد القادر، وكتب في الإسلام وداك الشيء كنقولوا الحجة على من يدعي، وهذا الحديث معروف، الحجة على من يدعي والبينة على من أنكر. أنت كتدعي أنك عندك شهادة جامعية، عطينا غير وحدة طمأنين الناس اللي باقين كيتيقوا فيك. فهمنا حنايا اللي حنا الحساد، حنا الرجال المغاربه اللي ما كنعرفوش نتعاملوا مع المراه والى اخره، عطينا هذه الحجه، سكتينا
المهم كرغوليا العظمى صابوريستان. تما كما قلت دابا هاد الشهادات امريكيه واخا نقولوا، ولكن هذيك لندن سكول كيفاش واش كتبوها لك هادوك لاجونس كتبوها لك وما ما قالوش انت غير كديري كابي بيس؟ ما عارفاش شنو هي بمعنى الدكتوراه في الصحافه في بريطانيا. في بريطانيا رقم قياسي عالمي مريخي. دابا حنا هنا فاش غنشوفوا ها هي هو از كريمه موفق الشامي، هذه المواقع سميتو كاتبينها هما يعني ساسوتوزيو كما كيقولوا فرنساوي. قال لك Karima received a degree in PhD journalism excellent from London Business School in invalid date. Karima graduated John Hopkins Bloomberg School of Public Health. جوج invalid date. الأولى في لندن بيزنس سكول لأن درتيها في عامين، وثانيا في الأخرى في جون هوبكنز بلومبرغ كما شرحتها من قبل وغنعاود نشرحها هنايا. كيفاش انتي جبتي الماستر من جون هوبكنز بلومبرغ سكول اوف بابليك هيلث في 3 سنين ما بين 1982 وحتى 1985، يعني في 3 سنين، وقبل ما تزادي في 1984 من بعد 28 سنه غتمشي لهذه المدرسه هذه وغتاخدي منها الماسترز في 4 سنين ما بين 2010 و 2014. واش ما عرفت واش شي حاجه اخرى مع البيضه مونامور ولا ما فهمتش ولا ما يعني ما عرفهاش. مستوى سادس، وعلى الاقل مستوى سادس كنت عايشه في ميريكان، واخا كنت كاماريرا ويتر سربايه عادي، مهنه شريفه. بريزيدنت اوورد يعني مكافاه رئاسيه للصحافه الدوليه. شكون هذا الرئيس؟ سي عبد المجيد. ولكن راه ماشي انت اللي درتي اللي خديتي سميتو احسن صحفي، راه مصطفى بوزبير، مصطفى ابو سبائر على قول السي سعيده برنوس. راه شفناه في التصويره، راه مصورنا مع جوده سميتو. علاش؟ انه راه كيسب في المغرب، في المغاربه ماشي في المغرب، في المغاربه. يعني كلام مرحاضي ماخوري، يعني حاشاكم البخرة رو مفتوح. مصطفى بونيف بخرة رو مفتوح، هو اللي خدا احسن صحافي في الجزائر. هذه هي الدولة الزريبة، هذه هي الدولة المرحاض، هذه هي الدولة ديال الماخور. دابا غنرجعوا العصر الذهبي ديالها باش نتعلموا من الكوتش كريمه. ياك تسمي راسها كوتش الدكتوره كريمه. احنا غير مغاربه ما عارفين والو، ما سميتو. غادي تشرح لنا دابا هي اشنا هي ما معنى يعني المصادر. هي ما قالتش المصادر، قالت لك المرجع. اول ما عارفاش حتى الفرق ما بين المصدر والمرجع. دابا غير بالنسبه للهدوء بسيط الواحد يفكرها بعقله. الفرق ما بين المرجع والمصدر ريفيرونس اي سورس، ريفيرنس اند سورس. يعني فاش كنقول السورس ولا المصدر يعني هو الاول، من تما كاين ديال البوع، كاين تنبع المعلومات. اما المرجع غير كنرجعوا ليه ويقدر يكونوا مراجع كثيره. دونك اللي عنده الاولويه في التوثيق هو المصدر. هي ما قالتش المرجع. وعاد كاين مثلا فاش كنبحثوا باش نقلبوا على الحقيقه يعني باقرب طريقه ممكنه، كنقولوا المصادر المحايده. يعني لما بدي اجي احكي عن تاريخ الجزائر بتلاقي الاف الكتب الجزائر امازيغيه والجزائر عربيه والجزائر كذا. لما انا بدي اجي اعرف عن تاسيس الجزائر بروح على مرجعيه بايست، يعني ما عندها يعني اتجاه موضوعيه، وبتكون الحقيقه موجوده. فهي المصيبه ما عارفاش بشروات. قلت لك انا باش نعرف التاريخ، وقلتها جوج المرات، راه ماشي زلة لسان، راه في نفس الفقره تقريبا ثواني بيناتهم. قلت لك انا فاش نقلب مثلا على نبحث على شي حاجه في التاريخ ولا تاريخ الجزائر، فكنمشي على باش نقلب على المصادر، وقلتها بالانجليزي زعما باش العياقه على ديك البوت صباع المبردع. قالت لهم بايست،
يا ويني على بايست، كتقلب على المصادر بايست، وهي في الحقيقه هي كتقول الحقيقه، ولكن رغم انها باغا تقول العكس. فيبقى لما بدك تعرفي التاريخ، وهذا اللي تعلمته مرة تانية، لما بدي أعرف حقيقة معينة باخدها من سورس بايست، معناتها من مرجعية ما عندها انتماء. فكنقولوا unbiased source neutral source، أي مصدر محايد، مصدر غير متحيز، الكرغولية الطاكوسية. والمصيبة هذيك الخنشة معمرة باللحم قدامها ما غادية سميتو كلتها بالعاوي، والجمهور وكل شيء ضرب الطم. وانا كنشوفوا حتى يعني ما كاينين انواع ديال هذا confirmation bias hearing what we want to hear. يعني بكل بساطه يعني تاكيد التحيز هو كنسمعوا داكشي اللي بغينا نسمعوا، بحال نفس العقليه ديال الجزائري خصو يسمع الشهداء، قالوا له مليون كيقول امين، قالوا له مليون ونص قالوا امين، قال جا عبد المجيد تبون قال لهم 5 مليون و 360 الف قالوا امين، جا المؤرخ ديالهم محمد امين بلغيت مع الجزيره قالها 2 خطرات تقريبا 1 2 دقائق، قال لهم 10 المليون كيقولوا امين، باللارج مجاهد قالوا امين، شجرات البلوط مجاهد قالوا امين، الصخره المجاهده قالوا امين، الحمار المجاهد قالوا امين، البغله المجاهده قالوا امين، اي حاجه، مكه عندهم في واحد واخر قالوا امين، سفينه النوح، اي حاجه خاصو هو شي حاجه باش يبرد على خاطره. هو هذاك الطوابير ماشي مشكل، الطوابير قال لك اسيدي الوزير ديالهم قال لك هذيك واحد النوعيه ديال يعني التحضر التمدن الى اخره. اذا كاينين مجموعه ديال التصنيفات، كاين 5 4 يعني هذا confirmation bias not seeking out objective fact، ما كتقلبش على شي حاجه موضوعيه، intercepting information to support your existing belief، يعني العين ديالك كتشوف غير داك الشيء اللي باغي، only remembering details that uphold your belief، كتفكر حتى الذاكره ديالك كتفكر هذيك الحوايج اللي هي كتاكد داك اليقينيات ديالك ولا الايمانيات ديالك. ignoring information that challenges your belief، كتحاول تجاهل كاع المعلومات اللي كتحدى ولا كتطرح الاسئله على الايمانيات ولا اليقينيات ديالك ولا الافكار اللي كتامن بها. وهذه كلها يعني باش كتشخص بها الحاله الذهنيه ديال الانسان الجزائري النظامي اللي كيتبع لهذا النظام هذا. وكاين حتى بالفرنسي ستاتيستيك والبروبابيليتي وليشونتيوناج وداك الشيء، ان ايشونتيون بيزي ولا ان سورس بيزي اون اوبينيون بيزي. في عمليه الاحصاء ولا يعني في الفلونكيت يعني البحث كتدخل فيها شي عناصر اللي هي ماشي موضوعيه وكتخسر لك يعني كتخسر لك النتائج. عاوزين سي كوا ان ديبا بيزي، يعني نقاش بيزي يعني متحيز او لا فيها شي حاجه اللي مغلوطه. l'adjectif biaisé est attesté au sens de détourné, déformé, fallacieux, légèrement faussé par rapport à la réalité. manière biaisée, résultat biaisé, débat biaisé. دونك كتستعملها في مجموعه ديال المواضيع، مثلا في النتائج، في الديبا، في النقاش. بحال مثلا واحد كيجيب لك غير واحد مثلا الموضوع مثلا تكتب عليه العشرات ديال الكتب وتقالوا عليه العشرات ديال الاراء، هو باش ياكد هذاك الطرح ديالو والراي ديالو ما كيتجاهل مثلا هذاك 99% ديال اللي تكتبات، كيجيب لك غير 1% اللي تقالت، وهذاك الراي كيتسمى الراي الشاذ في اللغه العربيه ولا في المرجعيه الاسلاميه. كيجيب لك هذاك الراي وكيبني عليه هو الطرح ديالو باش انه يسيبورتي ولا يثبت لك بانه عنده على حق. ولكن بالمفهوم الموضوعي خصك تقرا جميع الاراء وتجيب المعلومات ومن بعد تقارن، تقول هذا اش كيقول وانا بالنسبه لي كنختار هذا. بالنسبة لأشباه الرجال، أنا فعلا كنت مخطوبة لشخص من المغرب، وكان بفترة سنة وهو يبعث لي رسائل أنه يهددني لأنه يريد بعضا من المال. كان متزوج من امرأة من أوروبا، وطبعا طردته بعد إنجاب 4 أطفال، كشفت أنه خائن ولديه علاقات كثيرة، ومد يده عليها وضربها ولكن أنا طلعت من حياته، وأنا لا أفضح الأشخاص لأنني تربيت بطريقة أنه نحن ما بنفضح.
ويتك على شريفة العفيفة بنت الأصول اللي ما بتفضح يا شر موتة. راه هاد السمية كانت كعجبك هدا. دابا اش خليتي ما قلتي ما فضحتي؟ واه عرفتي شي حاجة؟ هادشي ما لقنوه لك المخابرات، الرجال المخابرات ديال عبلة، صحاب موالين التيس الشامي للفحل، العتروس. يا العتروس. المهم بعدك انت عندك علاقة بالشام عتروس. بنت الواوا التبونية وكذا. طبعا قالوا لك جيبي شي قصة ديال المغربي وقولي ما عنده نفس، ما عنده كرامة، كيستعال منك الفلوس، كان كيضرب مراته وجرات عليه وديدي. تحية الجزائر وتحية عمي تبون، تحية عمي شنقريحة. اسمع يا الطاكوسية، شتي الرجل المغربي كيبغي الطاجين خاطر معسل مطبوخ على مجمر والفاخر على نار هادئة وبتوابل مغربية أصيلة، ما كيحبش المروج بحال البلغة ديال الفقيل اللي جاي يدخل رجلو فيها باش يتوضا وفي الاخر تولي كلها فازقة مارجة. ها الخضار، ها القزار، ها الحداد، ها النجار، ها مول الفاخر، ها مول الجاوير، ها مول الخبز كارم. طالقك ابو ناموس فضحك، قال بان الاخوان ديالك البلطجيه هددوه باش تدرجتيه للدار ديالك بكل قداره. يلا السيد دخل عندك كيسمع الدقان في الباب، الرق سميتو شكون؟ واخا هو السيد ما دار والو، ما اغتصبك، ما تعدى عليك، انتي اللي استدرجتيه. الفيديو موجود، ان اول مره شفتيه في المطعم مع صحابو ومع السيد شعبي عنده اصدقاء كيمشيو كيسهروا مجمع وهذا. طلبتي من النادي الكاماريرو السيرفر ويتر باش يعطيك النمره ديالو، ما بغاش السيد، ما كيعرفكش. ثاني مره مشيتي عنده مباشره امام واحد المتجر، عرضتي عليه نفسك، وهبتي نفسك له يا طاكوسيه، ومن تما طلبتي منه يعني شخصيا عطاك التليفون ودرتي معاه رونديفو لقاء، جبتي معاك زعما شابرون روج واحد السيده. المهم والقصه معروفه، الزواج بعد شنو شهر عاقبيك شاف الجميله شنو فيها، الطاجين مارج ما باسل ما فيش توابل، المرقه البيضاء. كتعرف المرقه البيضاء اللي كاينه في الجزائر، حفيده الجزائر. هادشي اللي بغيتي تسمعيه انزلوا معاك حنا المستوى كاع داكشي الغيس الحلوف، والله العظيم تنتغيسوا معاكم ما كاين مشكل. الحلوف حلوف. وهادشي التفاصيل اللي قلت لك راه ماشي كذبت ولا قلت جبتها من راسي، راه ترجعني هو السجوب ديالو مع السي وليد كبير مع امير ديزاد. اذا يا طاكوسيه اين المفر؟ يا حفيده الجزائر، لا وزن لا هبه لا مواقف. كذابي نشالي نصابي سبابي ساقطة يا شر موتى، عديمة الأخلاق والذمة والشرف والتعليم والتربية. أخصهم يعاودوا فيك البني كما قال محمد الخياري هذاك الفكاهي ديالنا، والله إلا خصهم يعاودوا فيك البني، انت مركبة عوجة. اسمع، الرجال مغاربة حنايا فاش كنشوف واحد المرأة كنعرفوهاش في الشارع ولا كنبغيو نناديو عليها كنقولوا الشريفه. الشريفه بمعنى الشرف، ماشي نسب الشرف النسب ولا شجره النسب، لا، الشريفه بمعنى الشرف، الشريفه. اما اللي كنا كنعرفوها وكنهضروا معها كنقولوا له الالا، اي سيدتي باللغه الامازيغيه، وكنقولها حتى بالدارجه. كنبوسوا لها يديها، نقبل يدها ونقبل راسها اذا كانت كبيره في السن في الأحياء الشعبية. ولا كذلك مع نفس الشيء مع الرجال الكبار في المرتبة الاجتماعية، مثلا فقيه، واحد عالم عنده كبير في القبيلة في الحومة، كنبوسوا له يدو، كنبوسوا له راسو إذا كنا أقل منه في السن. لكن حنا كنديروا هذا الشيء مع النساء الحقيقيات، ماشي أشبه النساء طاكوسيات الأراديل سقط المتاع. هذاك الشيء انت حقا جزائريه، ولست فقط حفيده الجزائر. لا مبادئ، الاخلاق،
لا شرف لا نيف، كل شيء عندك معكوس. نتوما ما كتحترموا الا من يدوس على راسكم، يمرغ انفكم في التراب. انت بعدا بالخصوص انت اللي كتقول لي انت تاج راسي، وهذاك هو اللي خصو يعنفك ويشتمك انك شر موتى كما عملوا معك الزبائن قبل ديالك. انا قلت لك شرف الرجل المغربي من شرف المرأة المغربية، لأن الرجل المغربي أسد مغربي ابن اللبوءة المغربية. يا دمية الكبرانات بعدما كانوا دماكي هي أرخص من البطاطس والطاكوس في تكساس. فان كان خصك تواجهي تردي على أبو ناموس الطليق ديالك، وعلى اللي استضفوه وليد كبير وأمير ديزاد والأمير خالد اللي قال لك أنت ما عندك حتى شي علاقة بأمير خالد بعبيقة، خصك تردي على زهور من مؤسسة عبيقة. هادو كلهم أشخاص عندك على الأقل 5 الأشخاص اللي فضحوك بالدلائل وبكل شيء. انت خليتي هادو كاملين مشيتي كتهاجم من المغرب الجهة الغربية أشبه الرجال. انت بكل بساطة انت ببغاء أخرى، بارت بيروكي بلا 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 بوق صادق للكبرانات المحبطين. تعرفي احنا المركزية ديال المرأة عندنا في الثقافة ديال الأمورية المغربية، احنا المرأة بالأمازيغ كنقولها تامغارت، وهي مؤنث ديال أمغار، وأمغار هو شيخ شيخ القبيلة باش تعرف القيمة ديالنا سميتو. بلا ما نرجع لك شنو هما النساء اللي عندنا احنا في التاريخ ديالنا، يعني بويا اللي كنغنيو بها في الريف، لا بويا مقاومة الرومان في القرن الثالث. عندنا فاطمة الفهرية اللي من أقدم جامعة فاس. عندنا زينب النفزاوية هي المخططة ديال مدينة مراكش. مراكش هي أرض الله، هي زوجة ابن تشفين. عندنا كنزة الأورابية، كنزة الأورابية اللي حكمت دولة أورابا أو الأدارسة. إذن القيمة المرأة المغربية هنا مركزية. اللي هاجم المرأة المغربية كيهاجم الرجل المغربي، اللي هاجم الرجل المغربي كيهاجم المرأة المغربية. احنا اولا بعد قضيه العنف حنا لازم ما كنمارسوش حتى مع الرجل. شتي في الاعراف القبائليه ديالنا الامازيغيه اللي دار مثلا شي مخالفات ولا سميتو ما كنطبقوش عليه المعاقبات الجسديه، اما كنفيوه من القبيله في حالات الجرائم الكبرى او كنحكموا عليه بالغرامه. دابا غادي نعطيك درس. انت شاميه كريمه الشامي كتنسبي للشام وكتهجمي على الرجل المغربي، غادي نعطيك درس في التاريخ، وهذه من unbiased source. سيري قراي كتاب نهاية دولة الجهاد لخالد بلينكيشيب، The End of Jihad State. خالد بلينكيشيب هذا مؤرخ أمريكي من جامعات واشنطن ودخل الإسلام. باش تعرفي هو شكون هو المغاربة والتاريخ ديال المغاربة المور، وشكون هما الرجال الحقيقيين، واش المغاربة أو الأجداد الشوام الأمويين. وسيري قراي كيف سحقوا ومحقوا أجدادك الشوام الأمويين في نكستين: غزوة الأشراف عام 740 قرب ثين النج هي تلك العالية إلى مدينة طنجة، وعودوا لهم افتراض البركارة ديالهم في معركة بقدورة الفاصلة الحاسمة في طرد الكلاب المسعورة كنقولها وكنسطر عليها الأمويين. بعد معركة بقدورة عام 741 قرب نهر سابو، وغادي يستقل المغرب من 741 ميلادية إلى اليوم. أجي ريتوالك انت معاك حمير ودمير وخمير. هذه unbiased source، راه ماشي انا اللي قلتها. سير قراي سميتو بالانجليزيه الا كنت كتفهم، ماشي انقليزيه كيتسموا في الجزائر الانقليزيه. ويلكم ان الجيريا كيقرا من ايفون هذاك في الشان بلا شان كيستقبل الوفد ديال غانا. ويلكم ان الجيريا. ترى مصيبه الربويا والرلابويا. طبعا هذا الفيديو الموالي اللي ناض عليه السطح فيديو حقيقي وليس ديب فيك كما افتى عليك الاغبياء في مخابرات عبله العتروشيه الشاميه، واوصوك ان تلصقينه بالمغاربه وطمأنوك انهم سيقفون معك ويحمونك. مساء الخير وتحيه من القلب لكل شخص عم يسمع هذا الفيديو. ناس كتير بتعرفني وناس كتير ما بتعرفني. أنا اسمي كريمة الشامي واسمي الحقيقي كارما. أنا مولودة بالجزائر وعشت ما تبقى من حياتي برا، وكنت عملت تصريح أنه أنا حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري،
لكن الحقيقة والواقع أنه أنا لست حفيدته ولا حتى بعرفه. لكن كنت مضطرة أعمل هيك لأنه كان ببالي فوت عملية نصب واحتيال، استغل اسمه لحتى أخذ أرباح مادية. أنا مقيمة بأمريكا. في الحقيقة أكملت دراسة إلى السادس متوسط، وبعد ذلك عملت في المطاعم كنادلة. أتقاضى حوالي $1000 في الشهر. أحب السفر، فاللي بيقدر يساعدني على دفع تكاليف السفر هم أشخاص أخرج معهم ليلة أو أسبوع ونقضي مع بعضنا وقتا جميل، فيشتروا لي تذاكر ويهدوني هدايا. في الحقيقة أنا لا أملك شيء، أعيش في شقة بسيطة في أمريكا، أدفع $200 أجار. أحمل جنسيات مختلفة، لكن أحببت أن أتي إلى الجزائر لأنها تربة خصبة. بما يخص كتاباتي أو الطريقة الثقافية التي أتكلم بها، فهي تعود فيها الفضل الأول والأخير لشخص ساعدني، وقف معي واعتقد أنني أنا إنسانة منيحة، لكن ضمير الواحد بأنبه، وأنا لازم أعترف بهذا الموضوع. ولا شيء من اللي كتبته لإلي، ولا حتى بعرف أكتب عربي الصراحة. وكنت بتمنى أنه هيك أدخل على الجزائر أخذ منصب. دفعت رشوة لكتير أشخاص، واحد منهم عارف مشاكرة اللي وعدني بمنصب عن طريق شخص هون في أمريكا، فدفعت له مبلغ ورشيت عشان أخذ منصب. وكانت محاولات كتير، ولكن حان الوقت أنه هذا الوجه المزيف يروح وأنه تعرفوا هاي الحقيقة. شكرا لكل شخص صدق فيني وآمني. أنا فعلا كذبة كتير كبيرة، وكنت عم بتسلى وصدقت حالي، وهذا الشيء كتير غلط. بقى بتمنى أنكم تسامحوني، بعرف يمكن حيكون الموضوع صعب، بس هي الحياة هيك، الحياة لازم تستمر، والحياة للشاطر، لأنه الناس اللي طيبة مثلكم والناس اللي منيحة مثلكم ما بيوصلوا. الناس اللي مثلي ذكية وشاطرين ومستغلين نوصل على طول. شكرا لتفهمكم، الله يوفقكم يا رب. وما بعرف شو فيني أقول كمان، سامحوني وبعتذر. باي. خرجت لسانك المسلم مثل الحية الرقطاء. الصورة هي أما القضية أنك بأن تشدوك المخابرات ديال العبلة والنظرية الجزائرية البصبعية المكاشية ما كاش منها، علمي بأن هذوك الجنرالات راه الكبير ديالهم كاع باين الجزائر ولا سميتو القايد صالح راه قتلوه بحقنه في الطواليت في المرحاض، قتلوه وكان باه في الجزائر. وهما النص هما دابا اللي كيديروا المؤامرات داخل الجزائر هما في الحبس، توفيق وبعد ولا ما سميتهم سميتو اللي خرج من الحبس كيحكم كيرد الاخر في الحبس. تبون كيهضر على العصابه القديمه في ايام بوتفليقه، هو كان وزير، كان رئيس الوزراء كاع في حكومه بوتفليقه. ايوا صديقي ورفيق درب سي احمد على الثقه المجدده فيه من طرف فخامه الرئيس، واعتبر ان الثقه في محلها لان له كل تجربه وكل حنكه في تسيير اصعب الظروف. فيما يخصني شاكر في فخامه الرئيس الثقه اللي وضعها فيا، ووصلت لقصر الحكومه. كل المهام لازم تنتهي يوم. اذا كان مع العصابه، دابا كيسب في العصابه، دابا اللي غيجي من مورا غيهضر على تبون بينهم من العصابه، يا انسو دو سويت. هذا الشيء راه من البدايه ديال الجزائر 1962 فاش انفصلت على فرنسا بموجب يعني استفتاء تقرير المصير المتعاون مع فرنسا المشروع باتفاقيه ايفيان موديلا المانحه الخيرات للجزائر لفرنسا، وكيبقى واحد الخموس كيشدوا الخماسه ديالها اللي هما جبهه التحرير حتى اليوم. فبوخروبه اللوبيه دار انقلاب على بلا، من بعد جا سميتو شادلي من جديد داروا على انقلاب، جراو على العسكر، العشره السوداء شي كيقتل في شي، من بعد جا المهم انسو دو سويت. يعني
هذه هي الدولة ديالك اللي كتنتسبي ليها، الدولة الورقة الكرتونية الحفارة الرملية القارة 2 كيلومتر مربع ديال الصحراء، الزواحف السامة والعقارب والحنوشة. دابا المصيبة هو هاد عارف مشكرة تا هو قال لك راه كان في فرنسا، فاش سولو سعيدة برنوس قال له جي واش كنتي في فرنسا مع هادوك الشياطة قولوا لفرنسا ما حناش مراركة، شكون سبب عذابنا؟ المخزن والسوسكلة. قال له لا كنت معاك تاسير صاحبي، ادرق وجهك يا حلو في الغيس، اش داك شي نيدان والجزائر دابا خارج قال لك تيارت لا كونوا رجاله زعما باش ما ديروش تظاهر. الناس ما كتجيهم الماء في الشهر صاحبي تقول لهم سكتوا كونوا رجاله. شنو الرجاله عندكم نتوما مقلوبه صاحبي مالك؟ المصيبه راه انتوما صاحبي كتفتحوا بعضياتكم، كتفتحوا راسكم، ما عندكم ما فهمتش انا بين في نفس المقطع ديال 2 دقائق كتناقضوا راسكم vous tirez dans le pied, you shot yourself. في اخر فيديو كتقول لك بغا دير العكس، كتقول لك قال لك انا كنعرف معارف مشاكره، واهضر بها بالطم نكريها بعدا نكريه قول لي انا ما كنعرفش انا هذا عارف مشاكره. لا قلت لك انا كنعرف مشاكره وعرضني العشاء. ما قلتيناش العشاء واش غمس ولا ما غمش؟ شتي التاكوس. عارف مشاكرة اللي تداول اسمه، تحية له هذا الرجل، لأنه شخص لما وصلت على الجزائر عزمني على العشاء. أولا بعدا شتي أي واحد ارتبط بعارف مشاكرة راه حالو بحال هو بعد سجين سابق دوز الحبس، ثم هو صرح القاطع المستشار يقول لهم الماتش غيتعاود وهنا غادي نفجروا الكاف ونفجروا وغنديروا والمحيحين ديال الكبرانات. قال لك سيدي الجزائر وبوتفليقه هي اللي كتحكم فرنسا. الجزائر سيادتها لا ترك على السعوديه ولا ترك على ايران ولا ترك على امريكا ولا ترك على فرنسا. من تقولوا هذم الايام على حساباتكم ان الجزائر تبعيه الى فرنسا جاوا يركعوا لان بوتفليقه والجزائر هي من تحكم من يكون رئيس فرنسا. نعم، للحمقى الذين يعتقدون ان الجزائر هي تابعه لفرنسا اقول لهم خسئتم، فرنسا هي من تابعه للجزائر. والتبعيه سمح لي نكمل هذه لانه الكثير من يخلط في الامور. ألان جوبي جاء للجزائر يستبرك لكي يكون رئيسا في فرنسا، وبعثوا بعده رئيس بلدية باريس. رئيس بلدية باريس أكثر من دولة. رئيس بلدية باريس اسمع ما تخلطوش ما تلعبوش بالناس. المشكلة اللي قدامه نور الدين خطاب فين هو راه في الحبيبي استوى بحاله متهم بالتخابر، وهم او هذا شيات كبير ديال النوفمبريين الباديسيين اللي كينتسبوا لبن باديس. شكون هو بن باديس؟ انا بحال عبيقه غترجعوا 1933 المجله ديالو سميتها السنه في الصفحه الاولى، العدد الثاني 1933 جم مجله السنه ديال عبد الحميد بن باديس. اش كيقول السي عبد الحميد بن باديس؟ قدمه مجاهد: نحن لسنا ضد مصالح فرنسا ولا نعادي فرنسا، وإنما نعينها على تمدين الشعب وتهذيب الأمة ونساعدها. اعتراف خطير ديال باباكم حميد بن باديس عميد ديال فرنسا. ولكن علاش نتوما كتاخذوه كمثال؟ لأن قال واحد العبارة مشهورة اللي هي عبارة عن شذوذ جنسي هويتي، مفهوم الهوياتي كما كيقول السي محمد بودهان، وتحول جنسي عن الهوية. قال لك شعب الجزائري مسلم والى العروبة ينتسب. رجع الجزائريين كاملين بالقبائل ديالها، بالاوراس ديالها، بالمزاب ديالها، بإيموهاك ديالها ولا التوارق ديالها، كلهم للعروبة ينتسبون. واسي انت بغيتي تعطي المهم داكشي عطيه، ولكن الناس راه حرين، انت مالك. والمشكل ان دابا ماشي غير هذا عارف مشاكل اللي خرج قال لك الديب فيك الفيديو الديب فيك، راه كاين حتى واحد قال لك معارض صحافه هشام عبود صحافي عار كيديروا دائما في اللونسمون ديالها سميت، وخرج كيتهجم تا هو على الناس وقال لك علاش ميتورا السيده وهذا السيده حفيده امير عبد القادر. يا السي القبايلي انت
انت مازال صاحبي كتطبل العبيقه. انت حنا كنعرفوك بخروبي حتى النخاع، لان دائما كتقول لنا فاش كتلجا بالموسطاش ديالها. شكون هو الموسطاش؟ هو الخائن بخروبه اللوبيا اللي طرد 350 الف مغربي ومازال كيتسالوا له دابا فلوس القهوه والحريره والبكبوكه في ناظور وبركان وجده. كنت حشم صاحبي، كنت حشم. تما مالكم صاحبي؟ لا المعارضه ديالكم الكرتونيه لا سميتو كلشي بحال مسكين مغروف واحد صاحبي. قلت الشي، قلت الرموز. دابا انت السي هشام عبود اللي جي كتهجم على سميتو كتدافع على الطاكوسيه، انت براسك جيتي للمغرب حاولتي تسرق ارشيف من عائله الشهيد الحموتي اللي هو بوضياف الحموتي. هذا سميتو بوضياف لان الراحل الشهيد بوضياف اللي قتلته من بعد العسكر، هذا فاش تزاد هذا السي ولد الحموتي اللي هو العراب ديال الثوره الجزائريه محمد الحموتي، زاد عنده وقالوا له نوض ذبح يعني الحولي اللي غنسميو به. قالوا واش غتسميه؟ قال له سميه انت. سمى على نفسه سميتو بوضياف، هو السيد بوضياف الحموتي. لا قادة ثورة التحرير اللي مازال إلى حد الآن الصور تاعهم موجودين في مدينة صغيرة بجنب الناظور اسمها بني نصر، ومغاربة ماتوا من أجل تحرير الجزائر، ومغاربة حملوا السلاح شغل مثل الحموتي اللي يتسمى تشي جيفارا المغاربي. ماهوش جندي افريقي كما يقولوا شي ناس يحبوا يقسموه، لانه هما اقسام يحبوا يقسموا الراجل. تشي جيفارا دي مغرب، لانه هذاك كما تشي جيفارا في امريكا اللاتينيه كافح بمالو وبمخو بالشي اللي عنده المعرفه ديالو وبالسلاح. نفس الشيء داروا محمد الحموتي، انه كافح من اجل الجزائر بعد ما كافح من اجل المغرب، كافح بماله وكافح بالسلاح من السلاح وكافح بمؤهلاته بثقافته، لانه كان يحسن عدة لغات، كان يمشي مع الوفود الجزائريه يخدم معاهم كمترجم. هذا نقول هذا تشي جيفارا دو مغرب، ماشي الجندي الافريقي، ما هو الجندي، هذا بطل، هذا ستان ليدر. كاين الناس في المغرب هذوما اللي يقولوا الجندي الافريقي في المغرب مانيش عارف علاش يحبوا يقزموا الراجل، مانيش عارف علاش يحبوا شكون يجبد هذا الاسم. إن ريان افوار افيك لافريك، صاحبي د لافريك دو نور، مي ما مشى للموزمبيق ولا راح لغينيا ولا راح لانغولا ورفد السلاح، لا. لما استقل المغرب مشى ارمي باجاج للثوره التحريريه الجزائريه وبقى مع الجزائريين، مد دارو مد دراهمو مد زوج بابر، زوج بواخر اللي كانوا ينقلوا فيهم السلاح. هاولا هذا بالاضافه نروح قول سي عبد الصمار يجيبوا له يصوروا له هذاك الجدار اللي في مقام الشهيد وفيه قائمة المغاربة والتوانسة اللي ماتوا والسقار بدمهم الأرض الجزائرية. يعني نعرف إذا هو عنده واحد في الفاميلة اللي متقطيرة دم ولا ما كانش، على بالناش. هذا بالنسبة للأخ اللي راه يقول راهو العيب انه مغربي يسكن في الجزائر او جزائري يسكن في المغرب. مشيت عندهم باغي تسرق منه الارشيف ديال المخابرات الجزائريه، الارشيف ديال مجموعه ديال العمليه العسكريه. كتكرا كاين هذا من حق الشعب الجزائري الدول. لا سي لا محمد السي كريت قال لك سميتو الملكيه ديال عائله الحموتي السي كريت، لان الوالد ديالهم مجاهد حتى هو، راه ساند الثوره هذاك المقاومه ضد فرنسا اسم كمغربي.
تما لكم عندكم صاحبي الدماغ مقلوب. غنت دابا حيت هذوك ما تتعلق بالجزائر راه ديالكم. لا حميد هذاك في الدار ديالو والسيد خلص من حياته قتلتوه في الجزائر نهار اللي مشى في 63 باش يدير المصالحه في حرب الرمال. ما رجعش لحد اليوم. وشكون كان كيحكم في الجزائر؟ كان حكم بن بله مغربي ولد مغنيه مغربيه اصليا والديه ولد من واحد مراكش وامازيغي. وزير الدفاع كان البخروبه اللوبيه. قتلتوه ما رجعش لحد الساعه. اسمه محمد الحموتي والسيد بالفلوس والدار ديالو وكل شيء وهكذاكم ما عقلتوش عليه. تما صاحبي مش اي بشر نتوما صاحبي. وهذا 4 الرؤساء الجزائر ديالكم كلهم دازوا عنده في الدار عاشوا عنده في الدار عاد هذا السي محمد الحموتي الشهيد المغربي اللي قتلتوه. عندكم بن بله بوخروبه بوتفليقه وبوديه والقاده ديالهم هذاك رئيس المخابرات المجرم هذاك بوسوف اللي قتل خيرات المجاهدين. اثبت على ان الادعاءات على عبد القادر كلها كذبه ومفبركه. انت عاوتاني انت المروك التزوير. تفاصيل حكايه الامير عبد القادر ما قبل عن نسبها عن السلطات الجزائريه وتكذيبها لما تتوجه. دابا انت كتذب لنا داكشي اللي قالها تا صاحبي. راه هذا البايس كونفيرميشن بايس العقليه المؤسسه الكرهوليه. واي واحد كيتنسب لهذا الكيان اللقيط الايالي التركي الإيفياني الفرنسي المسمى الجيغي عام 1839. وكاين واحد الدودي هذا خلاص هذا ما فهمتش واش ما عنده مو ما عنده اختو ما عنده باه ما عنده ولد عمو ما عنده ولد الدرب ديالو سميتو بدر العيدودي. واش صاحبي وصلت بك صاحبي النخاسه والعبوديه الاراديه والدعارة والدياثة وتنقشت وتزمحت وصلت بك هذه الدرجة صاحبي؟ كتقرا البيانات ديال عبلي يوميا صاحبي وكتسب في امك في باك في اختك في الشرف المغربية في بلادك في التاريخ ديالك في التراث ديالك في كل شيء. وما كرهتيش تدخل تحت الارض ماشي انت منبطح اوريزونتال وما كرهتيش. ولما صاحبي الارذل القوم في العالم وفي التاريخ الارذل القوم كتمسح لهم صاحبي الخصيتين الذابلتين ديالهم. شكون علاش شحال عطيوك 3000 اورو 5000 اورو صاحبي؟ ما فهمتش انا صاحبي. والا حاجه واحده انا شك حاجه واحده انك انت عامل ديال المخزن صراحه. داكشي ديال رأفت الهجان ولو اننا العقليه دي لان مستحيل ان واحد يوصل لهذه الدرجه ديال الخسه والرخص يعني غير من اجل الفلوس. باستثناء الا قلت لي كان شي مهمه يعني قصو كاين الناس اللي يقدروا زعما يمشيو يضحيو كاع بمجموعه ديال الحوايج من اجل الخدمه ديال الوطن ديالهم. ولكن ما كنظنش انت محيدين لك البريز. شنو محيدين لك البريز؟ وليتي بحال بوبيه كيجيو العسكر كيعمروك تيديروا لك البريز او تبقى تخدم كتسال سميتو كيحيدوا البريز كتولي صافي يوميا. وما غير كنت كان واحد البوغوسا روينه البوغوسا في اسبانيا قال لك روين بري. كاين سعيد ماتيشا احمد بوبوادر سلطان هذاك الغديوي وباس الكتف ديال واحد البلونطون ديال الكابران ديال سميتو كل العبق والتاج والسلجان لابن عمي الامير خالد صاحب التاج بلا منازع. أنا كريمة الشامي لا أحمل شهادات. تخرجت سادس ابتدائي وأنا فيني أخطاء العالم كلها ولا غلطت بحق حدا. أنا قدامك وقدام كل الكون بعتذر منهم. أنا إنساني لا أعرف التصرف وبتعلم من أدبكم ومن أخلاقكم. سيد عبد الله أنت كلك أخلاق وأدب وأنا آسفة سامحني أخي إذا غلطت حقك عراسي من فوق. وهيدا كرمال السيد ابو زكريا لانه بيمون. الشخص الثاني اللي اسمه صقر اذا انا غلطت بحقك باي شيء حقك علي. اما بالنسبه للسيد ابو ناموس، سيد ابو ناموس رجل سيد الرجال وهو احسن مني وافضل مني بمراحل. واتمنى من الله عز وجل انه يسامحني باللي عملته فيه لانه انا افتريت عليه. انا انسانيه
يا اختي وخيك عين، يا اختي وخيك عين، وسبابي خدود بالنعمان. يما ونحب البنان، يما ونحب البنان، يما ونحب البنان، نحب الغيب وعوم الويدان. يا اختي وخيك جياح، يا اختي وخيك جياح، يا اختي وخيك جياح، وقلبي في غرامك طاح.